وحاسس ان كل الناس ماشيه في طابور واحد، تداول ولوكال براند كلهم بنفس الطريقه ونفس الفكره. انت حرفيا مش هتلاقي نفسك وسط الزحمه دي كلها. انا مش عايز اقول لك اعمل زيهم ولا اتعلم ميديا باينج واشتغل في التداول واشتغل في الحاجات دي، انا جاي اقول لك على حاجه مختلفه جدا، حاجه ما حدش مركز عليها وهي السبب لوصول كل اليوتيوبرز المشاهدات عاليه جدا. انا هنا بتكلم على الثامبنيلز او الصور المصغره. هي دي الصوره اللي بتعدي عليك وانت بتقلب في اليوتيوب، وان ممكن الصوره الواحده توصل لاكتر من 10000 جنيه. فخليني اقول لك ليه الثامبنيلز انسب بيزنس انت ممكن تبداه. اول حاجه ان مفيش منافسه فعليه في المجال ده ومحدش مركز عليها رغم ان هي بتبقى السبب لاي فيديو يضرب. تاني حاجه انت مش محتاج راس مال زي التداول او اي مجال تاني، كل اللي عليك لابتوبك او جهازك، تبدا تتعلم وتطبق وهتشتغل. الطلب في المجال ده عالي جدا، كل يوتيوبر من دول بينزل من 3 ل 5 6 فيديوهات في الاسبوع، فالموضوع مستمر معاك. لو انت اشتغلت مع يوتيوبر واحد او 2 يوتيوبرز فانت خلاص انت مش محتاج حاجه تاني واسبوعك كله مليان. واسعار الثامبنيلز فيها تفاوت جدا، يعني ممكن تبدا بارخص سعر جدا واغلى سعر انت ما تتوقعوش خالص. فانت عندك سوق واسع تروح فيه يمين وشمال، تقدر تغير سعرك كل ما جودتك بتعلى، كل ما بتارجت يوتيوبر اعلى من التاني بيدفع اكتر. كل ده انت بتعرف تحسبه، وساعتها انت مش مجرد مصمم، انت مسؤول عن اول حاجه ممكن اي مشاهد يعرف هل الفيديو ده حلو ولا لا من بره، من مجرد صوره يعرف هل الفيديو ده جامد ولا الفيديو ده اي كلام. لو عايز تعرف اللي محدش بيقوله تابعني، لان انا بقول لك كل حاجه حقيقيه ليها علاقه بالمجال ده. الثامبنيلز مش مجرد صوره، الثامبنيلز بيزنس كامل. لو انت بدات صح واتعلمت صح ممكن تبقى رقم واحد في المجال ده. فاعمل لي فولو واقول لك ازاي تبدا صح.